السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم بحلقة جديدة من قناة العرب في امريكا. اليوم ان شاء الله راح اسوي لكم شرح مختصر عن انواع تأشيرات الدخول الى امريكا، من انواع تأشيرات الدخول اللي تسمح لك فقط بزيارة امريكا، الى انواع تأشيرات الدخول اللي تخولك العمل داخل امريكا، الى تأشيرات الهجرة. فكونوا وياي وان شاء الله راح افيدكم. شكرا لكم. اخوان، طبعا في امريكا هناك 4 تأشيرات دخول تعتبر الاهم. هناك تأشيرات دخول اكثر، لكن هذه الاربعة هي اهم تأشيرات الدخول الى الولايات المتحدة. مثل ما تشوفون امامكم، تأشيرات الدخول تصنف بالحروف. تأشيرة الدخول، هناك تأشيرة دخول B، هناك تأشيرة دخول J، هناك تأشيرة دخول F، والأخيرة تأشيرة الدخول من نوع H. طبعا نحدي تأشيرة الدخول من نوع B. تأشيرة الدخول من نوع B تقسم إلى قسمين. فالقسم الأول منها هو للسياحة، والقسم الثاني منها هو للعمل. طبعا كل واحد من هذه الأصناف يعطى رقم. فتأشيرة العمل هي B1، وتأشيرة السياحة هي B2. طبعا أنت لما تصنف نفسك أو تقرر سبب زيارتك إلى أمريكا، سواء أنت جاي سائح أو جاي إلى عمل معين، يجب عليك أن تقدم إلى الصنف المخصص. فمثلا إذا جاي لأمريكا أنت كعمل أو زيارة عمل، فيجب عليك أن تقدم تأشيرة دخول B1. ماكو لا يوجد هناك شيء اسمه application أو طلب تأشيرة دخول من نوع B. لازم تحدد سواء أنك كنت B1 أو B2. طبعا تأشيرة B1 اللي هي تأشيرة العمل، تأشيرة تعتبر صعبة نوعا ما. أنت تقدر تحصل على هذا النوع من التأشيرة مثلا لحضور مؤتمر علمي. مثلا إذا كنت أنت طبيب أو مهندس، وهناك مؤتمر علمي في أمريكا وتم دعوتك إلى هذا المؤتمر، فبهاي الحالة أنت راح تقدم على تأشيرة دخول من نوع B1. أو مثلا إذا كان عندك عقد عمل لازم تيجي لأمريكا توقعه شخصيا، فأيضا تستطيع الحصول على هذا النوع من التأشيرة. أكو شغلة أخرى أنا ما ذاكرها هنا. أنا أيضا إذا اشتريت أو عندك مثلا صفقة لشراء منزل أو أي شيء عقاري هنا في أمريكا يتطلب وجودك شخصيا، أيضا تقدر تقدم على تأشيرة دخول من نوع B1. طبعا تأشيرة B2 هي للسياحة، وهذا يشمل أيضا العلاج الطبي. فإذا كان سبب زيارتك إلى أمريكا هو أنك جاي تتعالج في مستشفيات أمريكا، في هذه الحالة راح تضطر أو راح تقدم إلى تأشيرة B2 اللي هي تأشيرة السياحة. طبعا وهذه النوعين من التأشيرات لا يمكنك العمل إطلاقا. هذه تأشيرات فقط تمكنك من دخول أمريكا كسائح، تبقى فترة معينة ثم تغادر أمريكا. عدم مغادرتك أمريكا هو مخالفة لشروط الفيزا، وقد يمنعوك مستقبل من دخول أمريكا إذا تبقى فوق المدة المقررة. طبعا أيضا لا يمكنك استلام أي مبلغ مالي جراء أي عمل أنت تقدمه هنا. فمثلا إذا أنت جاي يعني كجزء من المؤتمر العلمي اللي أنت جاي تحضره، أو كجزء من هذا أنت تنطي محاضرة، والجهة اللي تسوي المؤتمر وعدتك بفلوس، فهذا يعتبر مخالف لشروط الفيزا. لا يمكنك استلام فلوس لقاء أي عمل. بإمكانك أنه تعطي برزنتيشن مجانا، لكن لا يمكنك استلام أي أموال عليه. طبعا بنهاية هذا الفيديو راح أحكي لكم أو راح أعطيكم نصائح عامة تتبعوها ويا القنصل حتى تحاول تسهل حصولكم على تأشيرة الدخول اللي مقدمين عليها. فابقوا وياي. النوع الثاني طبعا هي تأشيرة الدخول من نوع J. طبعا هاي الأنواع من أو النوع من التأشيرة مخصصة لبرنامج التبادل الثقافي. شنو هذا برنامج التبادل الثقافي؟ برنامج التبادل الثقافي برنامج للطلاب أو لأشخاص آخرين غير الطلاب، يمكنهم من القدوم إلى أمريكا عبر برامج تبادل ثقافية
حتى يستكشفون أمريكا، وأيضا العمل فيها خلال فترة الصيف. أكو برامج كثيرة في أمريكا مخصصة لهذا الغرض، العمل خلال الصيف. أغلب المشاركين بي يعني من خبرتي شخصيا هم طلاب من دول العالم المختلفة، يجون إلى أمريكا 3 أشهر بالصيف، يستكشفون أمريكا ويشتغلون في أمريكا شغلات بسيطة، ثم يعودون إلى بلدانهم. طبعا البرنامج أيضا يشمل فروع لتدريب الأساتذة، أيضا يفسح المجال للأكاديميين أنه يأتون إلى أمريكا ويسوون بحث علمي مشاركة مع جامعة أخرى. طبعا مثل ما أنتم تشوفون أو تستنتجون أنك تقدر تشتغل في أمريكا إذا جيت عبر فيزا من نوع جي. الشيء الحلو به أنه تقدر تحصل على الإقامة الدائمة، لكن أنت ما تقدر تحصل على الإقامة الدائمة وأنت موجود داخل أمريكا. يجب عليك أن تغادر أمريكا وتقيم في بلدك الأصلي لمدة 2 غير متواصلة. يعني تقدر تروح إلى بلد آخر، لكن أنت يجب أن تكون موجود خارج أمريكا لمدة 2 حتى تصير مؤهل أن تقدم على تأشيرة الإقامة الدائمة. تقدر تسوي هذه من خارج أمريكا. طبعا أكو كل شيء باستثناء، فإذا أنت كنت غير قادر على العودة إلى بلدك الأصلي، فباستطاعتك أنه تقدم على طلب استثناء من هذا الشرط، وبالتالي بإمكانك أنه تقدم على الإقامة الدائمة أو طلب الإقامة الدائمة وأنت موجود داخل أمريكا. طبعا النوع الثالث من أنواع التأشيرات هي تأشيرة F، وهي خاصة بالدراسة. هي تأشيرة للدراسة للطلاب حتى يأتون إلى أمريكا ويكونون طلاب فول تايم بدوام كامل في جامعة أمريكية معتمدة. هذا النوع من التأشيرة يمكنك من العمل فقط في الجامعة خلال السنة الأولى من دراستك، وبعد السنة الأولى تستطيع أن تشتغل خارج الجامعة، لكن فقط بمجال يتعلق بمجال اختصاصك أو مجال دراستك. ويجب أنه شغلتك أو الشغل الخاص اللي أنت رح تقدم عليه خارج الجامعة أنه توافق عليه الجامعة وتوافق عليه الحكومة الأمريكية. مثلا أنت جاي تدرس هندسة، ما تقدر تروح تشتغل شغل سكرتير، أو تروح تشتغل شغل في محل أو بنزين خانة. هذا الأمر يعني أولا غير معقول، ثانيا ممنوع إذا أنت كنت على تأشيرة من نوع F. طبعا انت مهندس راح تحاول تلاقي لك شركة تشغلك في فترة الصيف، دوام جزئي او دوام يعني اقرب للفول تايم. هذا حيكون احسن لك، تشتغل بمجال اختصاصك لان راح تكتسب خبرة في هذا المجال. طبعا النوع الاخير هو فيزا او تأشيرة دخول من نوع H، هي تأشيرة للعمل المؤقت. هاي طبعا النوع من التأشيرة فيه أكثر من 11 صنف حسب نوع العمالة. مثلا هناك سكيلز معينة أو خبرات معينة غير موجودة في أمريكا. مثلا واحد شخص عنده خبرة استثنائية، هذا باستطاعته أن يقدم على تأشيرة من نوع H حتى يجي لأمريكا ويشتغل. طبعا هاي التأشيرة تتطلب كفيل، فأنت ما تقدر يعني تقدم عليها شخصيا، لازم يكون عندك كفيل في أمريكا، شركة أو يعني موظف معين يكفلك. فالصنف الأول هو مثل ما قلت لكم واحد شخص بخبرات استثنائية، يعني أيضا المزارعين، المصممين الفاشن أو مصممين الملابس، كلهم هذول يقعون تحت طائلة أو تحت صنف تأشيرة الدخول من نوع H. فهذه التأشيرة شوية معقدة وأيضا مكلفة بالنسبة للكفيل. فأنت إذا كان عندك شركة والشركة يعني صدق بدها تريد تجيبك إلى أمريكا لأن محتاجتك، من تقدم طلب التأشيرة الخاصة بك راح تدفع ما يقارب $3000 أو $3000 رسوم الطلب حتى أنت تجي لأمريكا، هذا بالإضافة إلى تأشيرة الدخول. طبعا هسه شوية حنعطيكم نصائح عامة تقدرون تتبعوها لما تروحون تجروا مقابلتكم حتى تاخذون تأشيرة الدخول.
طبعا كل تأشيرات الدخول بغض النظر عن الصنف تتطلب مقابلة في القنصلية. أنت كون مستعد إنه تقدم أي شيء يطلبه القنصل من عندك، لكن بصفة عامة حاول إنه يكون وياك ما يثبت أنك راح ترجع إلى بلدك. القنصل يريد يشوف إنه عندك أواصر وصلات قوية في بلدك الأصلي، مثلا عندك زوجة وأولاد راح ترجع لهم، أو مثلا عندك شركة أنت تملكها وتديرها تتطلب رجوعك إلى بلدك الأصلي. هيك أمور راح تروي القنصل إنه أنت ما رايح تبقى في أمريكا إلى الأبد، إنك راح ترجع بعد انتهاء مدة الفيزا الخاصة بك. إذا ما كان عندك أي إثباتات فشوية راح تواجه صعوبة، والقنصل بالتالي قد يرفض تأشيرة الدخول الخاصة بك الطلب. طبعا أنا نصيحتي لكم إنه ما تذكرون إنه عندكم أقارب في أمريكا إلا إذا تم سؤالك. هذا قد يكون دليل إنه أنت راح تسكن مع قريبك وقد لا تغادر أمريكا. هذه إشارة يعني ليست جيدة ويا القنصل. طبعا أنت إذا كانت عندك مثل بالنقطة الأولى، إذا كانت أواصرك قوية، هاي النقطة ما راح تكون هالقد مهمة، لكن حاول إنه يعني تجيب بصدق. طبعا النقطة الأخيرة والأهم إنه القنصل راح يسألك إنه أنت رايح إلى أمريكا مثلا مقدم على تأشيرة دخول لمدة شهرين أو 3 أشهر، عندك ما يثبت إنك أنت راح أو عندك الأموال اللازمة لدعمك في الولايات المتحدة خلال هاي المدة. طبعا أنت تقدر تروي للقنصل إنه عندك statements أو وثائق بنكية خاصة بك فيها رصيدك، تقدر تروي هذه إنه أنت عندك أموال كفاية لدعمك، أو تكون عندك بطاقات ائتمانية فيها أرصدة تقدر أيضا تقدمها كإثبات إنه أنت عندك الأموال اللازمة. وهذه بصفة عامة كل النصائح اللي أنا أقدر أفكر فيها. إن شاء الله هذا الفيديو كان مفيد لكم. أنا مستعد أجيب عن أي تساؤلات عندكم حول أي نوع من تأشيرات الدخول، وإن شاء الله ما أقصر وياكم. مثل كل مرة نقول إذا الفيديو أفادكم حاولوا أن تفيدونا أيضا يا أخوان، واشتركوا في قناتنا حتى يصلكم آخر الجديد منه، واعملوا لايك لهذا الفيديو واعملوا شير أيضا حتى يستفيد الأخوان في مناطق أخرى. شكرا جزيلا لكم ونلتقيكم في حلقة قادمة.